السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة رواكم تسنيم. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا الحلوى المشهور عندنا، حلوى محبوبة الجماهير، حلوى ريشبوند. وغادي نضيفوا لها واحد الاضافة اللي غادي تخليها كتجي بنينة بزاف، مع السر باش غادي تجينا هشيشة. وهانتوما كتشوفوا كي كتجي تبارك الله، كتجي غزاله في المنظر ديالها. واكيد ملي غادي تجربوا غادي تضيفوا هذاك المكون اللي ضفت انايا، غادي تعجبكم بزاف وما غاديش تستغناو عليه. واللي اول مره كيدخل القناه، فضلا وليس امرا، ما تنساوش ديروا لايك وواحد التعليق زوين، وخليكم معايا حتى الاخر باش تشوفوا المراحل اللي دوزناهم او مرينا بهم لتحضير هاد الحلوى هذه اللي كتجي صراحه غزاله بزاف. المهم في اناء غادي نضيف واحد 3 ديال الحبات ديال البيض. اول حاجه غادي نضيف واحد القبيصه ديال الملحه، غادي نضيف واحد 3 ديال الحبات ديال البيض متوسطه الحجم، وغادي نضيف واحد الكاس ديال السكر سنيده، مع واحد الساشي ديال الفاني. وهذا هو المكون اللي قلت لكم البنات، هو هاد الساشي نتاع الزا ديال زهره البرتقال. غادي ندير واحد النص ديال الكميه اللي كيعطيها واحد المذاق خطير البنات، كنتمنى انكم تجربوه. وغادي نضيف واحد الكاس ديال الزيت، وغادي نخلط الخليط ديالي مزيان. وغادي نضيف معاهم قشور حامضه. هنا كيبقى هاد الاضافه هذه اختياريه، يا اما نديرو قشور حامضه، يا اما قشور البرتقال، يا اما بلا صافي نكتفيو غير بداك الفاني وزهره البرتقال. صافي هنايا غادي نبدا نضيف الطحين اللي انتما كتشوفوا البنات انني كنغربلو، يعني ضروري اننا نغربلو الطحين. وبالنسبه للكميه راه كتبقى على حسب الخليط. وانا هنايا كنبدا نضيف غير بشويه بشويه، وغادي نضيف واحد زوج ساشيات نتاع الخميرات الحلويات. صافي ونخلط. هنايا انتهت المهمه نتاع الضرب اليدوي. انا غادي نضيف لها غير شويه ديال الطحين باش كنحيدو ديك العجينه اللي كتكون لاصقه فيه. بهذه الطريقه هذا في الساعه العجينه كتحيد منها ملي كنضيفوا ليه شويه ديال الطحين. وغادي نستعمل يديا باش ندخل داك الطحين في وسط الخليط ديالنا. وعينكم بميزانكم، قلت لكم في الطحين على حسب الخليط، باش نحصلوا على واحد العجينه اللي هي رطبه بزاف وما كتلصقش في اليدين. هانتوما كتشوفوا البنات رطبه، ولكن راه ما كتلصقش في اليدين. صافي وغادي نبدا ناخذ كل كويره على حسب الحجم اللي بغيت. انا غادي نديرهم شويه كبار، حيت هنايا ما غاديش ندير الحلوه ديالتي ما غاديش نلصق وحده مع بعض مع وحده، فقط غادي نكتفي غير بالشكل ديالها هكا غير بوحده. كاين اللي كيبغيهم وحده ملاصقه مع وحده يديرهم صغيورين. تحضيرها سهل، كتوجد في الساعه، وشكلها كيجي اروع، والمذاق ديالها ما نقولكمش يا سلام. هنا من بعد ما كملت الساف ديال الحلوه ديالتي في اللاطه، غادي ندخلهم من الفران على نار مهيله. انتما كتشوفوا البنات ما خصناش نحمروهم بزاف، يعني يجيو غير تدخلهم في داك اللون الذهبي غير واحد شي شويه. هذا هو السر باش تجينا رطبه
تجينا هشيشه. صافي هنايا غادي ناخد واحد الكميه نتاع الكونفيتور ديال المشماش. هانتوما كتشوفوا انا خديت داك الكونفيتور العاقد شي شويه. غادي نضيف ليه واحد 4 كاس ديال مزهر. هنا الا بغيتو البنات تزيدوا داك الساشيه ديال زهره البرتقال زيدوا منها واحد شي شويه، زيدوا منه. صافي هنا من بعد ما دفى شي شويه طحنته بالميكسور. هانتوما كتشوفوا جا جاري وما فيش دوك القطع نتاع الكونفيتور. والسر الثاني باش تجينا هشيشه الحلوه ديالنا اننا فاش نخشيوها هكا في الكونفيتور والمزار نخليوها واحد شي شويه تمايا تشرب داك المكون ديال الكونفيتور مع المزار، تشرب لينا على الاقل واحد 3 ديال الدقائق. وحنا هكايا نغطسوها وكنردوا عليها داك الكونفيتور من الفوق باش تشرب لينا مزيان. كما قلت لكم البنات على الاقل واحد 3 ديال الدقائق. ومن بعد غادي نبقاو نهزوها ونديروها في الكوك. من الاحسن انه يكون الكوك ماشي ميدم، يعني داك الكوك الناشف باش يشد لينا. صافي نقطروها مزيان من داك الكونفيتور. ضروري من داك التقطيع باش ما يفسد ليناش الكوك. ومن بعد ما قديتها هكا في الصحن ديال التقديم هانتوما كتشوفوا تبارك الله كتجي غزاله، كيجي الحجم ديالها كبير، يعني اللي كلا واحده ما يزيدش الاخرى. وكتجي ما شاء الله في المذاق ديالها كيجي زوين حيت ضفنا لها داك زهره البرتقال، يعني كتعطيها مذاق ديال الزهر تيجي باين فيها مع ديك القشور ديال الحامض. كنتمنى انها تعجبكم الفيديو. وما تنساوش ديروا لايك والاشتراك ديروا شي تعليق زويون فضلا وليس امرا. نتوما كتشوفوا تبارك الله الشكل ديالها كيجي زوين. انا هنا درتها في قويطات، غادي نحاول انني نورك عليها تشوفوها كي كتجي هشيشه تبارك الله. وباقي عاد فاش كتحتفظوا بها في البواطه، يعني كتكس واحد النهار ولا يومين راه كتولي هشيشه اكثر واكثر. وصلنا على نهايه الفيديو. كنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر في وصفه جديده، وخليتكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.